تعالى بقى، هو ده الشيخ اللي سره مات يا عم. لا 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 تعالى يا سيادة العميد، هيمشي لك العيال. بص شكله عامل ازاي يا عم. انت مش عايز تبقى عميد؟ بس هم هيمشوا لوحدهم يا سيادة العميد. لا يا عم بص يا عم بيرفع البتاع ازاي. يا سيادة العميد هو دخول الحمام يا بيخرجوا. تعالى ماشي تعالى يا عم الشيخ ريشه. يا عم الشيخ ريشه. ما تخافش. تعالى تعالى قول انا عندي مدلول حي. يا عم. ايه ده يا عم؟ ما تخافش يا شيخ ريشه. ده العميد، ده العميد انا بتاعنا. عارف انه العميد واسمه الدكتور سعيد. ايه ده طلبة عايزة تشيلك، انا هعمل عمل واحطه في منديلك حي. طب لما انت عارف كل حاجه وكله تمام قول لنا طب طلباتك ايه طلباتي للسياد مش طلباتي. ماشي يا عم. حي سامحوه يا سيادة سامحوه. النور ده تبعه. انا عايز هتاف من بتاع العيال وحته من ودن المدام. ماشي سهله دي. هتجيب لي ودن مملايه وتحطها في غلايه، وتجيب لي ورجل صرصار عشان نمشي الصوار، وشويه ميه من الحمام عشان نفضل الاعتصام. هاي ماشي قول طلباتك بقى. حط البخور مفيش حد هيصور. مدد حي. بس انت طيب مع الحاجات دي صعبه علينا يعني، ما تجيبها انت واللي انت عايزه يعني. انت هتجيب الفلوس وانا هخلي العفريت يدوس. ماشي طلباتك. شوف طلباته كام واللي هو عايزه. طلباتك كام؟ عايز كام؟ طلباتك ايه يا مولانا؟ 100,000 جنيه. 500,000 جنيه؟ وسيدي ماشي يا عم ماشي. هتجيبهم منين؟ سهله يا عم سهله. هتجيبهم منين يا سيادة العبيد؟ ايه ده بقى شويه. مين السرير؟ ايه بس دي ايه؟ خلاص ماشي اديله السنين. السنين ده اتفقنا عليه بعد المسرحيه. خد اهو ادي اهو. تقبل فيزا كارت؟ لا طب ماشي خلاص يا عم انت. خلاص هيتحول كاش. خلاص كاش كاش. جبناهم منين دول؟ كاش حي. من فلوس الاتحاد. بس اللي هي ما خدتش بالك. ما الفلوس هي كاش. هي كاش. كاش اهي. افتح يابا. افتح يابا. شوف بس الشغل. في مشكلة. ايه يا عم؟ معاك لابتوب؟ ماشي سهل. لا معيش لابتوب. طب التليفون بيجيب انترنت. طب يو اس بي مودم. ماشي. في هتعمل تليفون. فيه ايه يا مولانا؟ اتكلم يا عفريت، هو احنا زي زمان ولا ايه؟ هيحضر عفريت على النت. قول لهم على الفيسبوك. عم يا عم هو فاتح نت اهو. حضر يا عم. الاكونت بتاعه مفتوح. هو هيشوف كده الاكونت مش بسيط. مقبول الله. والعفريت مشغول. العمل باظ. بص. طب والفلوس؟ خلاص ايه يا عم خلاص ايه؟ العمل بطال. العمل طلع بطال بالطبلة والمزمار. حاضر يا سياد حاضر يا الزار. يعني الزار هو الحل. الزار هو الحل. الزار الزار مشوا الصور مشوا مشوا الصور. الزار مشوا الصور مشوا الصور. الزار مشوا الصور مشوا الصور. الزار مشوا الصور مشوا الصور. الزار حبيبي. الزار مشوا الصور مشوا الصور. الزار الله. يا زواج خلاص يا عم يا شيخ. خلاص يا عم. العميد بره. العميد يسكت العميد. سامع؟ بره. العميد بره. تعالى. طب انا عندي حل. تعالى بس. حل ايه يا عم؟ استنى بقك ليه؟ تقول لي عندي حل. بلاش ضرب. بس هنا طبعا سمع الصوت يسكت العميد وزار
يسكت يعني ايه يعني كل شويه؟ ما انت اللي ما سمعتش كلامي من الاول، قلت لك شوف العيال ديت، شوف مطالبهم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ عندك حل دلوقتي ولا ايه؟ فكر كده. فكر، لو ما بتبقاش تفكر دلوقتي. انا عندي حل. بس يا عم بس شوف ايدي عليك بقى. مش عايز ضرب. ينفع سكتش؟ يعني كله ضرب مفيش شتيمه؟ ينفع سكتش ما فيهوش ضرب؟ يقول لي مش عايزين ضرب وبتاع. هو ضرب يا بوس يعني لازم حاجه ولا اتنين. بس انا عندي الحل بقى، تعالى ولا بقى. ها قول. تعالى بس تعالى. ابدا بجد بقى، ابدا بجد. روح تاني. تعالى بقى تعالى. ابدا بجد خلص. انا بجد. انا عندي حل، اقول لك نعمل ايه؟ قول لي يا سياده العميد. يا سياده العميد دلوقتي نجيب الطلبه دول. اسكت النظام. نجيب الطلبه اللي احنا ايه؟ مربينهم ومراقبينهم، تمام؟ الطلبه بتوع الاتحاد دول. طلعنا بتوع الاتحاد اللي مأكلينهم ومشربينهم، تمام. نتصور معاهم، تمام؟ نتصور معاهم. واكن دول الطلبه الايه؟ يعني احنا هننزل الاعتصام؟ بالظبط. لا اعتصام ايه؟ هنجيب الطلبه اللي احنا مربينهم عندنا بتوع الاتحاد اللي معينينهم مكان الاتحاد وبيصوروا الاتحاد، تمام؟ ونجيبهم يصوروا معانا اكن دول الطلبه وبيشجعونا وبيحيونا خلاص يلا بينا يا سياده العميد. يلا بينا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في صباح مشرق جميل على بلدنا مصر الحلوة وبرنامجكم عايزين مصر ماشية. ومعانا لقاء مع الرجل العظيم والأستاذ الفاضل عميد كلية الآداب سيادة العميد. احنا سعداء جدا إن حضرتك معانا النهارده، نرحب بيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. انا بكون سعيد جدا يا فندم والله. وصلنا بعض الشكاوى. وصلنا والله يا فندم. وصلنا بعض الادعاءات التي ربما تكون صحيحه او خاطئه من بعض الطلبه. يقال انهم معتصمين عند مبدا اداره الجامعه. ما تعقيب سيادتك على هذا؟ ايوه الطلبه اللي هم عند اداره الجامعه يسقط ايوه لا مفيش حد هناك خالص فعلا. مفيش حد هناك. يا فندم وصلنا ده ايه؟ معدي امبارح من على البحر ومفيش حد هناك. معقول يا فندم؟ ايوه. طب يعني عشان نحافظ على شفافية البرنامج وعشان احنا عايزين الخير لمصر وعايزين كل حاجة تكون واضحة معانا من الموقع دلوقتي حالا مراسلنا المراسل فتحي الهجاص. فتحي الهجاص نحن نسمعك في الاستوديو. اتفضل فتحي. نعم نادر، انا معك مراسلكم حمزي الهجاص من امام مبنى اداره الجامعه بالشاطبي. نرحب بالساده المشاهدين الاعزاء. وكما ترون هذه الجموع الهادره الهائله التي يعني او المليونيه جاءت تأييدا خصيصا لعميد الكليه ولرئيس الجامعه. معنا الان احد الطلبه المعتصمين المتظاهرين امام الاداره، يعني طالب محمود. سيد محمود، ما رايك في القيادات الجامعيه الحاليه؟ انا بس عايز اوصل صوتي لبرنامجكم يا جماعه. اهلا احنا قاعدين بقى لنا 5 ايام هنا انا وزمايلي دول. ما نعم. شرطاتنا بقى لنا 5 ايام. لا للاسف. والله ما هنمشي من غير والله ما هنمشي من غير ما واضح يا فندم مش هنمشي من غير ما هنمشي يا شباب. للاسف انا مضطر اقطع المكالمه يا جماعه. مضطر اقطع المكالمه، الصوت مش واصلني كويس جدا. اعزائي المشاهدين عندنا مشكله تقنيه. هنطلع لفاصل وبعد الاغاني الوطنيه ونرجع لكم تاني. انا عارفه اللي لابس مخطط دوت. هنجيبه الواد ده بس يا رب ما يغرب ايوه ايوه ابو وسط كليه فين يا زفت يا غبي؟ ايه اللي انت حضرته ده؟ في ايه؟ مش انتوا قلتوا لي جيبوا حد ايه متخلف؟ جيب لنا حد من الناس بتوعنا. الناس بتوعنا. انا هرجع تاني على الهواء قدامك دقيقتين وتجيب لي حد. خلاص حاضر ماشي. اعزائي المشاهدين، عدنا اليكم بعد الفاصل ومعانا تم اصلاح العطل ومعانا فتحي مره اخرى. فتحي نحن نسمعك، معاك نفس الطائر تقريبا. نسمعك، اتفضل فتحي. نعم، نأسف على هذا الفاصل القصير بسبب انقطاع الصوت. معنا الان احد الطلبه المتظاهرين الموجودين كما قلنا، طالب تامر. سيد تامر، ما رايك في القيادات الجامعيه الحاليه؟ القيادات الجامعيه حقيقه بجد احنا ما نقدرش نعيش من غير القيادات الجامعيه. هم دول ولادنا، هم دول ولادنا. هو ده اللي انا شفته وانا معدي على جامعه البحر. اسكندريه هو ده اللي انا شفته. تقدير كبير جدا بين الدول العالميه، وخلوا تقدير جامعه اسكندريه ليها رانك كبير جدا ما بين الجامعات العالميه. لا بجد يعني حضرتك لو تبص على الانجازات بتاعت الدكتوره لا
يعني بجد الدكتوره هي فعلا نبض الجامعه، هي فعلا حضن الجامعه. احنا ما نقدرش نتغلوا عنها. انا فعلا عامل ايميل على الفيسبوك او صفحه على الفيسبوك مسمينها انضموا معانا، واحنا اسفين يا دكتوره على اللي بيحصل. احنا نتمنى اكيد الدكتوره سامعاك دلوقتي وشعره بحبك الصادق ليها. فعلا مش عارفين هم بيعملوا ايه، هم شويه قله مندسه مش اكتر بس. ولكن الناس طبعا الطلبه اللي بتروح تشوف الكليات كلها بتحضر محاضراتها وكلها شغاله والدكاتره بتشرح وعادي الدنيا عادي خالص. لكن اللي بيحصل هنا لا دوت مش كلام مش مظبوط. هم شويه يعني مش لاقيين يعملوا حاجه يعملوها، فاهمني؟ هم شويه كده وهيمشوا مش اكتر يعني. حمدي نشكرك شكرا جزيلا حمدي. واضح ان هناك ايضا جبهه كبيره مؤيده للدكتوره هند. واضح ان شعورك، اتمنى الدكتوره تكون سامعاك دلوقتي وحاسه بشعورك الطيب. وفعلا يا جماعه الكلام لما بيكون طالع من القلب بيوصل للقلب. ونعود مره ثانيه نحمد ربنا ان معانا ناس من المكان واتاكدنا بنفسنا. يا جماعه عايزين مصر هاديه، عايزين عجله الانتاج تمشي، العجله الكبيره بتاعتنا يا جماعه. ازاي نعطل البلد بالشكل ده؟ اساتذتنا الافاضل. وعشان تتاكدوا كلكم هنتصل دلوقتي هاتفيا بالدكتوره هند وهنكلمها دلوقتي. معانا دكتوره هند على الهواء مباشره لنستمع اليها. اتفضل. ايوه دكتوره. ايوه دكتوره سامعانا؟ الو. ايوه دكتوره. الو. ايوه دكتوره سامعانا؟ ايوه يا نادر عامل ايه؟ ازيك؟ لا انا مش قادر يا دكتوره، انا عندي الكليه ستاف ايه؟ ايوه دكتوره سامعانا؟ الو. ايوه يا دكتور ازيك عامل ايه؟ كويس؟ الحمد لله انا كويس الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ كويسه ومنوره يا دكتور. الله يكرمك الله يكرمك والله. انا بس عايز ارحب بنادر وارحب بالبرنامج بتاعه وارحب بالساده. انا زي دكتور بيطلع على التلفزيون والله يا جماعه. ميرسي يا دكتور. ميرسي يا دكتور. ميرسي يا دكتور. اتفضلي. سياده العميد عايز يكلم حضرتك. اتفضلي. ما هو لسه بيتكلم يا ابني. انت اتكلم تاني رغاي نعملوا ايه؟ ايوه يا دكتور. في طلبه دلوقتي بتقول تسقط المدام وبيقولوا يا حاجات. ابني دي اشاعات يا ابني، دي اشاعات. انا عديت عند البحر والله وقعدت معاهم 3 ايام في الخيام. اكيد يا دكتور اكيد يا فندم. هم بيقولوا الاعتصام بقى له يوم واحد، حضرتك قعدتي 3 ايام ازاي؟ يا ابني الناس اللي بتحبني انت بقى سنين يا ابني. اكيد طبعا اكيد حضرتك اكيد هم يعني. اتفضل. ايوه يا دكتور. طب ابعت لي رساله يا دكتور للطلبه ولا كلكم اجندات يا ابني وناس حاطه في عقولهم حاجات غريبه. اكيد فعلا غريبه يا ابني. يا دكتور. طب يعني عايزين نصيحه من حضرتك. الشباب دول واضح انهم يعني اصحاب اجندات او يعني منقادين. عايزين يعني نادر ما تزعلنيش منك. نادر ما تزعلنيش منك يا نادر. هم 3 طلبه اللي انت بتتكلم عليهم دول يا نادر واجندات يا نادر. انا ابني يا نادر بيجي من المدرسه من انا بطلت على فاصل يا ماما بيشتموك يا ماما. لا يا ماما لا يا ماما ما تقدرش كده. منهارة يا نادر مش نادر. لا يا دكتور انت زعلتني. لازم في الوقت يا ابني الفترات دي لازم انت قريت الاخبار وشغلتوش كنت تلفزيون يا ابني. طب يا جماعه انا متاسف جدا. انا متاسف هطرح عليكم. الدكتوره منهاره يا جماعه وانا لازم اطلع للفاصل. انا ما اقدرش اكمل بالاسلوب ده يعني. رجعنا لكم تاني في الاستوديو بعد المكالمه العاطفيه دي. يعني واضح ان المشاعر دي مش معقوله تكون هي دي مصر. مش دول طلبه مصر اللي بيحبوا مصر. مش دول الثوره. مش دول اللي عملوا الثوره يا جماعه. الثوره كانت اهدى من كده بكتير. نشكركم جدا ويا رب يكون صوتنا وصل لكم ويا رب تكون الرساله وصلت. وبرنامجكم عايزين مصر ماشيه زي ما تمشي مش مشكله. يا رب تكون حلقتنا عجبتكم. الى اللقاء في حلقات اخرى انتظرونا.